كابوس أم أضغاث أحلام تستيقظ به أعتى وأعرق الديمقراطيات بعد نصف قرن ونيف. يومها لم يكن بوسع قطاع من الأمريكيين ركوب المقاعد الأمامية للحافلات تفضيلا لذوي البشرة البيضاء. الاحتجاجات الصاخبة التي بدأت تضيق بها سماء مدن عديدة من الولايات المتحدة تفتح الجرح غائرا من جديد بعدما ظن أنه التأم إلى الأبد، وقدم حينها مضاد لداء العنصرية من عهود الظلام يوم اعتلى عرش أمريكا رجل من سحنة المقهورين الذين عانوا ميزا مريرا سحلهم به قدرهم إلى أسفل سافلين. فغاد الرئيس أوباما وقد شرف على الرحيل ستارا تسقى من ورائه كؤوس العنصرية المقيتة في المؤسسات الحاكمة، حيث تقف الوقائع شاهدة على أنه لم يكن صاحب قرار على الإطلاق. فتكساس وشيكاغو وأوكلاهوما وواشنطن وغيرها بين حلم مفزع ويقظة منغصة، وهي تتحمس لانتخاب رئيس لأمريكا من بين اثنين جهر بمعصية سياسية وإنسانية معه. فتفسير حلم الأمريكيين إدارة كما لو كانت نصيحة تسدى بحسب التاريخ وشواهده هو أن الإرهاب العالمي قد يشكل خطرا على أمريكا من الخارج، وهو ما دأبت تمعن في تلطيخ صورتها به في مستنقع الشرق الأوسط، إلا أن ضجيج الداخل بالإرهاب العنصري الممنهج قد يعصف باستقرار الولايات المتحدة في مشهد مروع قد يستدعى من ماض قريب وآنين شماتة ربما ممن لم تسمع أصواتهم يوما من تحت أنقاض الغطرسة والتكالب.